في البداية أود أن أشكر اللجنة المالية واللي ما نشك مطلقا بحرص أعضائها على المصلحة العامة، وأن كنا نختلف في قضايا فهذا من حقنا بموجب نظامنا الديمقراطي، هناك الرأي والرأي الآخر. اليوم نحن أمام الحلقة الأخيرة من مسلسل الديوانيات، هذا المسلسل الذي بدأ بوعود حكومية بإيجاد حلول لمشكلة اجتماعية يعاني منها البلد منذ سنوات، والوعود كما يقول مثل الفرنسي لا تلزم إلا مستمعيها. استمعنا الوعود ووثقنا بها بأن نجلس إلى وزير البلدية ووزير المالية ونوجد حل، واليوم نحن أمام الحلقة الأخيرة وواضح توجه المجلس. الأخ الرئيس، تقرير اللجنة المالية يجب أن يكون حول الديوانيات. هناك مقترحات بقوانين تقدم بها عدد من السادة النواب، كان لي شرف أن أكون أحدهم بوضع حلول لمشكلة الديوانيات. اللي حصل أمس واستفزنا هو مخالف تماما لقضية الديوانيات. جاء الأخ وزير الأشغال العامة واللجنة وعرضوا علينا تجاوزات وتعديات على أملاك الدولة وصور خمر ومخيمات وغيره. منو ممكن يقبل بهذا الوضع؟ كلنا ضد التعديات على أملاك الدولة وضد التجاوزات على أملاك الدولة ومع التنظيم، ولذلك تقدمنا بمقترح وفق القنوات القانونية وراح اللجنة المالية ولا زلنا ندافع عنه، وفي النهاية التصويت سيحسم الأمر. لكن تصويرنا بهذا الشكل بأن نحن ضد المصلحة العامة ومع الخراب هذا كلام غير صحيح، وهذا كلام نوع من الضغط، وأنا أحذر من هذا الضغط الذي سيولد الانفجار كما حصل أمس من تسفيه لآراء النواب المؤيدين للديوانيات. يا أخوان أنا كلامي واضح، أنا أتكلم عن حالة مهمة. أنتم لديكم بالكويت 70,000 طلب إسكاني، عندكم بيوت حكومة 200 متر إلى 300 متر في الجهراء، في الواحة، في النسيم، في الفردوس، في العرضية، في الأندلس، في منطقة الظهر المنكوبة. منطقة الظهر منكوبة، الأرض فيها غير صالحة للبناء. وزير البلدية ما يتعاون مع الناس في زيادة 10 أمتار للعوائل داخل البيوت، يقول كان القانون يمنعني، وبالتالي لا انتم راضين ترفعون نسبة البناء، لا انتم راضين تعطين الناس فلوس يعمرون بيوتهم، لا انتم راضين تنظمون الديوانيات. نبي منكم تتفهمون طبيعة المشكلة. هناك مشكلة يعني منها المجتمع، مشكلة ان وجود 4 عائلات داخل بيت واحد، هذا يتطلب انه يكون بالنهاية هناك مخرج. لا تقولون هذا اعتداء على املاك الدولة. اعتداء على املاك الدولة تعرفونه وين؟ تعرفونه في الشاليهات المخالفة للقانون، تعرفونه في الشبكة الصناعية اللي قاعدين يحلبون قسايمها حلب. هذه المخالفات الصحيحة والحقيقية. حنا نقول تنظيم واحد بيته ملاصق الى ساحة ترابية، البيت ملاصق الى ساحة ترابية، ومن ثم هذه الساحة شول فاضية ما فيها شيء. اذا ارادنا ننظمها وفق القانون وفق اللائحة تحت رقابة مخفر الشرطة، تحت رقابة مركز البلدية، تحت رقابة وزارة التجارة، بما لا يتعارض مع الخدمات، بما لا يتعارض مع المصالح العامة، مع الطريق. شنو فيها؟ اللوحات الانتخابية جيتوا بالمجلس لي والقيتوها لأن تسبب زحمة في المرور وتسبب أيضا نوع من أنواع إعاقة المرور، وحطينا مكانها بديل أن في لوحات جماعية. طيب الآن الدواوين، إذا الدواوين اللي فيها مهايط واللي تخالف الذوق العام واللي تخالف القانون كلنا ضدها، مو بس انتم، لأن هذا في ضرر على الصالح العام. لكن حنا نتكلم عن مساحات ملاصقة للمنازل، نتكلم عن مساحات ملاصقة للمنازل يمكن تنظيمها بالعقل، بوجود المهندسين، بالحسابات يمكن تنظيمها. وإذا خالف الدولة تملك من الآليات انها تعيد تنظيم المخالفة او تحيله للقضاء، كما حالوا زميلنا الاستاذ عدنان عبد الصمد قبل شوي انه حالوه على الخيمة. ممكن يحلون اي واحد ثاني مخالف اذا تجاوز في القانون، لكن تصورونا بان نحن ضد المصلحة العامة مع التعديات. لا، نحن ضد اي مساس في اراضي الدولة او اموالها، لكن نحن نحاول ان نجد حلا لمشكلة اجتماعية تتعلق بأزمة السكن، تتعلق بضيق المساحات، تتعلق
في أحد معترض؟ ما يحتاج تصويت؟ ما حد معترض؟ تفضل أخ. نحاول أخي الرئيس إن نجد حل. خلي بعض المسؤولين يروحون يشوفون الوضع المنكوب في مناطق مثل الواحة، مثل الفردوس، مثل منطقة الظهر. مساحة البيوت ما تتجاوز 200 متر. لما نطالب بقرض مضاعف انه يطلع دور ثالث او رابع، هذا القرض مرفوض، ويسمى هذا قرض لمغاسلة الشارع. لا والله، احنا قاعدين نحاول نوجد حل. لما نروح حق أزمة السكن، انا ما ابي اعيد نفس الكلام ولا ابي اكرر نفس العبارات، لكن انا اريد ان اصل الى حل بالتعاون مع الحكومة، لجانها المتخصصة، لجنة الازالات، اللي يكون. المهم ان نوجد حل لهذه المشكلة الاجتماعية، ناهيك عن دور الدواوين التاريخي في الكويت، ناهيك عن قضية انها مكان يلم الشباب بدل انتشار الناس في المقاهي، فضلا عن وجود فوائد كثيرة لها. لكن لا يصور الموضوع او يتم تصوير الموضوع على ان احنا ضد المصلحة العامة ابدا، ولا ممكن نقبل ان في مساس على المصلحة العامة. لكن نطالب في تفهم. مشكلتنا بالكويت ان دائما نضع عراقيل ولا نضع بدائل. انا اقول لمعارضين الدواوين اليوم في الجلسة، ما هي البدائل التي لديكم؟ اقول لوزير البلدية والاشغال، ما هي البدائل اللي لديك؟ ما هي البدائل اللي عندك ممكن تقدمها للناس؟ ما هي البدائل يا اخوان؟ ابي اسمع بدائل. انه والله نبي نعطي المواطنين قرض يطلعون دور ثالث، ابي اعطي المواطنين فرصة انه يعمر بيته من جديد. عطني بدائل حتى انا اوافق. لكن مجرد ان نرفض، واكثر من الرفض ان نصور النواب الذين ايدوا القانون او تقدموا بهذه القوانين انهم مخربين، انهم ضد المصلحة العامة، هذا كلام فيه استفزاز وفيه ضغط ادى بالنهاية الى انفجار جلسة الامس، لان كم تصوير الموضوع بشكل مخالف للحقيقة، خاصة في العرض اللي جاءت لجنة الازالات وقدمته. نحن نتكلم عن دواوين، جايب لي مخيم فيه صور بطول خمر. نتكلم عن دواوين، جايب لي حمام سباحة. في احد منكم مع حمام سباحة بالشارع العام؟ ما حد مع حمام سباحة بالشارع العام، ولا حد مع ان يكون في مخيمات فيها بطول خمر ابدا. لكن احنا مع الدواوين، مع ايجاد الحلول للمشكلات اللي نعاني منها. الاخ الرئيس، الاخوة الاعضاء، انا اعتقد ان القوانين تجي وليدة لحاجة المجتمع. اذا كان المجتمع محتاج الى قانون تجي اهميته، وهذا هو دورنا نحن كمشرعين. لذلك حرصنا نمارس دورنا، حرصنا ان نقدم حلول. وانا اقول اذا حلولنا مو عجبتكم، اذا ترون حلولنا غلط، قدموا لنا بدائل. اعطونا بديل للوضع الحالي، اعطونا بديل لاستمرار ازمة السكن. اكثر من 70,000 كويتي منتظر، وهؤلاء 70,000 كويتي منهم نسبة كبيرة عايش مع ابوه او مع عائلته في بيت مساحته 300 متر. اعطوني بديل لهذه المشكلات، او اعطوني حلول لهذه المشكلات، بدلا من الاكتفاء بتصوير النواب المؤيدين لإقامة دواوين وفق القانون وبما لا يتعارض مع الصالح العام، بدأ تصويرهم على أنهم شياطين. لسنا شياطين ولسنا ملائكة، نحن نواب نحاول أن نصل إلى الطريق القانوني اللي يمكننا من إيجاد حلول لمشكلات يعاني منها المجتمع، ونحن نقدم بدائل، وهذه بدائلنا. لكن نبي ننتظر اليوم ونبي نسمع من الإخوان في الحكومة ومن الإخوان في اللجنة المالية ما هي بدائلكم. قفوا وتعهدونا بأن هناك قروض راح تمنح للمناطق المنكوبة بالمساحات الصغيرة 250 متر 300 متر. تعهدوا لنا بأن راح تزيدونهم وتعطونهم قرض عشان يطلع بدور ثاني أو ثالث. تعهدوا أمامنا بأن تقدمون حلول لمشكلات أخرى، مو حل بإقامة ديوانية في كل منطقة لكل هالمنطقة. إذا جاك واحد بتعزمه في بيتك ولا تبي تقيم مناسبة اجتماعية تاخذ توديه ديوانية المحافظة، هذا منطق؟ هذه عادات أهل الكويت؟ نحن تحدثنا عن مشكلاتنا وسقنا الحلول سوقا بشكل شرعي، وننتظر أن نسمع من الأخوان في الجانب الآخر ما يقنعنا، بدلا من عرض تعديات على أملاك الدولة واستفزازنا بصور خمور ما هي تمثل الحقيقة بصلة، جاءت لخلط الحابل بالنابل ولتشويه سمعتنا بأن نحن ندفع باتجاه إقامة إجازات على أملاك الدولة، وهذا كلام غير صحيح وغير مقبول. شكرا لك رئيس.